حاج حسن عازم، بدنا تعطينا آخر التطورات اللي صارت بالنسبة لخط الغاز، وتعطينا نبذة بس صغيرة أولها عن شو هو خط الغاز ووين بيجي وقديش راح يأخذ من أرض الطيبة. خط الغاز هذا إلنا مدة بالناضل من أجل نضال مرير يعني بدو عنا في عابر إسرائيل، وهسه في الغاز، وبعده في البترول، وبعده في خط سكة الحديد، وإلى ما لا نهاية. المشاريع طويلة من أجل مصادرة الأرض طبعا. هذا خط الغاز بده يجي من حيفا لللت تقريبا، بده يجي بمحاذاة عابر إسرائيل من جهة الشرق. هسه شو احنا اعتراضنا؟ احنا مش ضد المشاريع اللي بتقيم هي الدولة، لا، احنا ضد انه نبقى احنا الضحية لهي المشاريع. هسه بدي اعطيك نبذة من هنا. هسه لما اجوا اخذوا مشان عابر اسرائيل هين، اخذوا 100 متر، هذا حطوا من هنا عملوا سلك عليه وسلك من غربة، عملوا الاسفلت على 40 متر، ظل 30 من هين هذول بينات و30 من غربة. ليش هذول 30 من كل جهة؟ مشان المرافق اللي بدها تنعمل تابعة لعابر اسرائيل. هسه اجوا يعملوا خط الغاز. طيب ليه بدهم يعملوا من هنا شركات؟ طب ما ضو من هنا هناك فاضي، ما يعملوا هنا. احنا مش ضد ينعمل بس ينعمل في الارض اللي تصادرت. ليش بدنا نصادر ارض جديده؟ بعدين هسه شو؟ هسه خط الغاز هذا وين الخط هذا الحد؟ بده يجي من هنا 5 متر بعمق مترين تحت، وانت هذا الشجر اللي بيطلعوا، شايف الشجر الشلبي المليح هذا كله اللي احنا بنعيش منه، انا وغيري طبعا مش لحالي، انا وغيري. هذا بده ينقلع. هسه لما ينقلع هذا انت ممنوع تعيد زراعته ثاني مره. ليش؟ لانه كان بيأثر حسب ادعائهم على خط الغاز. 10 امتار ممنوع تزرع فيه شجر. يعني قديش المساحة نفسها اللي راح تبعدك عن الأرض؟ 10 متر من هين، شايف هذا السلك المحطوط هين؟ 10 متر لشركة ممنوع تزرع فيها شجر. الشجر موجود، بدهم يقلعوه مشان يمدوا الخط. بعدها بقول لك ارجع يا عمي افلح ارضك، يا عمي بدي افلح، ممنوع ازرع شجر، شو بدي ازرع؟ شو بدي ازرع؟ غير الشجر احنا ما فيش شيء ينزرع. فهذه المشكلة، انه في عدة نقاط اللي احنا اتمسكنا فيها. انه يا عمي بدك تمد خط غاز، احنا مش ضد خط الغاز، اما في ال 30 متر هذول فاضيات. ليش هذول ضل فاضيات؟ وبدك تيجي تاخذ ارض من هنا. قدمنا اعتراض، طلبونا على كرياتهم الشلاء في حيفا. رحنا قلنا اللي قلنا، والله انا انطبعت انه ايجابي. حتى الحكير اللي بقى قاعد لكل المتخنين، اسمع لي بعض كلمات في العبراني، المتخنين لا ما داروا مسكين ماشي امر عازم. طيب هذا حديث ظاهره الرحمه وباطنه العذاب، شايف؟ بعطوه كلام معسول، اما في التالي المقرر مكرر. طيب ردوا اجوا قدموا بدهم ياخذوا رخصه، اعترضت على الرمله، طلبوا عند حكمة اللواء، هي رئيسة اللجنة، برضه كنا برضه اقتنعوا في اللي كنا. اما في التالي في سياسة عليا يا عمي، ان الارضيات السلام عليكم. شايف؟ احنا مش كمان مرة بقولها وكمان مرة احنا مش ضد المشاريع ولا نتظاهر بالناضل، لا، احنا مع كل مشروع بتكون الدولة، لانه احنا مواطنين في هاي الدولة، احنا هي مواطنين قبل ما جت الدولة. فهذا البلاد كل مشروع فيها بيفيدنا، اما مش على حسابنا. في ظاهر شايفين هاي 30 متر من الخط هناك لهين، بدك 10 امتار، بدك اعمل هنا، كيف بدك تعمله هنا؟ هسا المشروع نفسه تعيهم وين واقف؟ ساعة ما بدوش فيه، يعني مصادق يعني عليه مجرد ساعة خرائط وترتيبات اما انا هسه صادقوا عليه الفرصة واقول لكل الناس في الطيبة وغير الطيبة المتضررين من هذا الشارع، من هذا الخط، يقدموا اعتراضات. وفي 23/11 طلبتهم يطلعوا مشان يشوفوا شو في الارض، مش بدك تعمل فيها وبعدين
اللي عنده شجره بدك تكله بدك تدفع له حقه. فبدهم يطلعوا ب 23/11 الساعه 9 الصبح بدهم يبقوا في الارض. فانا بناشد كل صاحب ارض يبقى موجود مشان يكون هذا هاي شجره هي في ماسوره مدفونه هن يفهم يشيلوا في ارضه. الله ما بيسمع من واحد ساكت. ربنا قال ادعوني استجيب لكم. انت تعال في ارضك وري شو الضرر اللي عليك، اخرى مش متنازل تيجي تقول شو الضرر اللي عليك. هذا الوضع اللي عندنا، احنا في مأساة. بدي اقول لك احنا بصيرش يجوا يعبروا هالشجر وكأنها صحراء، هالجرافات بده يصير بده يصير كتيب، بده يصير طخ، بده يصير مش عارف شو. احنا ناقصنا ضحايا وناقصنا خريف فاضي. تعالوا نقعد نتفاهم. انا رحت على حيفا ورحت على الرمله، اعطوني جواب لحد اليوم، ودوا لي كتاب كل اعتراضاتي كنت بتجاوبوا على شيء من هيك؟ لا. هاي الشجره مش بيوم اللي تصير الشجره يا عمي، هذه بتقعد 6 7 سنين تصير هاي الشجره. انت دم كلبك بتحطه عليها تصير شجره. مش مشان بيوم اللي لها الجرافه كبيعتها. لا يا عمي.